كنت منتظر ايه؟ كنت منتظر ايه وانت صاعد من دور المجموعات ب3 بوينت؟ كنت منتظر ايه وانت صاعد من دور المجموعات داخل فيك 6 جوال؟ كنت منتظر ايه؟ منتظر تاخد البطولة؟ اقول لي بقى انا كنت مستني اخد البطولة، قول لي كنت مستني صلاح اللي راح ليفربول يرجع وكنت تاخد البطولة. قول لي كنت مستني كده. قول لي كنت مستني عملية الشناوي اللي عملها في كتفه تخف عشان اخد البطولة. احنا بنحلم يا جماعة. جماعة احنا بعيد قوي يا جماعة بصراحة. جماعة احنا ملط. جماعة احنا ما بنلعبش كورة. جماعة احنا داخل فينا جون من اللي بيتعملوا معانا في الحجوز الخماسي. والله شفت انت الناس اللي بتلعب في الشارع ده جون كده لما حوالي 5 لعيبه واقفين بيقولوا الاوت ده كرة لينا ومش لينا. انت مالك بالكلام ده يا عم؟ يا عم حكم من قلب 60 لا انت مالك بيه؟ انت ركز في الملعب. انت ازاي كرة زي ده تخش فيك اصلا؟ يعني انت بضربة اوت برمية اوت واحدة انا 5 لعيبه خرجتهم بره اللعبة. ليه؟ عشان دول مش مركزين، دول مش في الملعب. وعايز بقى اكسب؟ يا صلاة النبي، كسبت وعديت الكونغو. رحت لعبت غينيا، كسبت غينيا يا عم. هيجي لي من فوق السنغال، هكسب السنغال؟ مستحيل. مش هنحار على بعض وما كنتش هعدي الماتش ده، وماتش غينيا انا ما عدهوش. هنتكلم بقى كده بصريح العبارة. انت ما بتلعبش كورة يا ريس. كورة ايه؟ ده ما فيش حد. ده ما فيش حد في المنتخب. الواد اللي والله العظيم الواحد يزعل عليه هو مصطفى محمد. الواد طول ال 120 دقيقة مموت نفسه. بيلعب كورة، بيحرجم، بيقاتل. انت لو تشوف مصطفى محمد هو الوحيد اللي راح كانوا بيدوا له ميه وعصير من بره بدون عن الفرقه. كان الماتش بيكمل ويطلع يشرب عصير وميه في عز الرطوبه دي وفي عز درجه الحراره دي، وعندي لاعب بيلعب باللي بيعمله دوت وبالروح ديت طول ال 120 دقيقه. اللاعب ده اتشال على الراس. اما بقى المباقي بقى كلها هي عارفه دايره ازاي. واحد زي فيتوريا اللي لعب بتشكيل، هنقول تشكيل مضطر يا عم مضطر، بس انت كنت فاهم انت بتعمل ايه في الملعب؟ انت كنت عارف بتعمل ايه في الملعب؟ اقسم لك بقى اللي انت ما عارف بتعمل ايه، وانا مش عارف انت بتعمل ايه. فيتوريا دوت لا يفقه شيء عن الكوره بربع جنيه. ده كلام بقى بصريح العباره بقى. فكنا بقى من الشغل ده مدرب اجنبي وده مدرب مش عارف ايه وايه، الكلام ده ما ياكلش. انا لا مدرب يلعب كوره، لكن انا كمنتخب بلعب كوره لا. انا كمنتخب هعرف ادي حاجه في البطوله ديت غير اللي انا اصعد من دور المجموعات اللي انا كنت اصلا مستغرب اللي احنا صعدنا من دور المجموعات وما كانش من حقنا. لا بصريح العباره بقى. بصريح العباره بقى كفايه بقى، كفايه مجاملات، كفايه بقى الواحد زهق. كفايه. انا من ساعه تعتبر مواعيدي على الدنيا ما شفتناش بناخد افريقيا دي. يعني 2010 دول انا كنت لسه مواعيش على الدنيا، كنت لسه عيل. ما كنتش مع عقلي ما كانش يستوعب فرحه ببطوله على الدغري. كنت لسه عيل ما اعرفش يعني ايه فرحه ببطوله وبتاع. هفضل بقى طول عمري بقى طول حياتي بقى خلاص مكتوب عليا ان انا هفضل عايش. جيلي هيفضل عايش ان هو يشوف المنتخب بتاعه كده. الجيل بتاعنا احنا اللي هيفضل كده طول العمر. احنا نفضل على كده. ده خلاص بقى اتكتب علينا. اتكتب علينا ليه؟ عشان انا مش عايز اجيب واحد زي مثلا حسام حسن. حسام حسن اللي طلع كان بيتكلم مش عارف مع مين، قال له محمد صلاح رجع ليفربول وساب المنتخب. محمد صلاح انا لو وصلت النهائي ما يلزمنيش. هي دي المدربين. هو ده المدرب اللي يقدم لك اداء. هو ده المدرب اللي يخلي اللعيب بتاعك في الملعب ياكل النجيله. هو ده المدرب. قعدنا نقول كوبر، لا كوبر بيلعب دفاع ما بيقدمش كوره. كيروش برضه بيلعب دفاع مش بيقدم كوره. احب اقول لك ان كوبر وكيروش دول اللي انت كنت معترض على طريقه لعبهم هم اللي كانوا بيوصلوك النهائي. كنت تخسر النهائي ده ماليش دعوه بيه. عايز بقى تشوف لعب كوره ومدرب بيلعب كوره؟ ده لعبك. والله العظيم ده لعبك يا حبيبي. دي كورتك اللي انت هتقدمها لو انت ما بتلعبش مع مدرب بيلعب بطريقه دفاعيه. انا هلعب كوره، انا ما عنديش حد بيلعب كوره. مش هينفع معايا غير مدرب بيلعب دفاعي. وده اللي ما كانش عاجبنا. ليه؟ انا شايف فريق عندي فيه محمد صلاح وفريق مش عارف كان عندي فيه مين ومين ومين ومين. لا ده احنا ننزل الجن ابن العفريتي، احنا ناكل النجيله، ناكل نقطع. انا مخنوق. انا مش عايز اتكلم بقى الواحد ماسك لسانه يعني بمعنى اصح. مش هينفع. انت مدرب ما لعبش معاك طريقه دفاعيه انت ما بتلعبش. انت من 2018 رحت نهائي مع كوبر بنلعب دفاعي. ما كنتش راضي عن اداء كوبر اللي كان موديك كاس عالم عشان بتلعب اداء دفاعي. انا عايز اداء هجومي وعايز العب كوره. يعني انت الاداء الدفاعي ما كانش عاجبك، اداء بتاعك دي كورتك بس. فيتوريا دوت مدرب تعبان. القايمه بتاعته نايله ب 60 نيله. كميه ظلم في القايمه جت على دماغهم وجت على دماغه هو اول واحد عشان في مجاملات.
على صريح العباره، انت واخد لي 4 حراس تعمل بيهم ايه؟ دي النقطه اللي لغايه دلوقتي مضايقاني وكان نفسي اتكلم فيها وهتكلم فيها. 4 حراس معاك في القايمه بيعملوا ايه؟ فاهمني كده؟ واخد لي حارس اللي هو محمد صبحي اصلا اللي مش بيلعب في الزمالك، واخده ليه؟ يعني انت سايب عواد حارس اساسي بتاع الزمالك واخد صبحي؟ يا عم بعيدا عن عواد، اتكلمنا وقلنا في بسام وفي جاد وفي جنش، واخد 4 حراس تعمل بيهم ايه؟ احمد الشناوي ومحمد صبحي معاك في الفريق بيعملوا ايه؟ ده انا عايز بقى حراس كفاءه بقى، وبتكلم كعدل، مش بتكلم ان انا واحد راح المنتخب سنه هيروح على الثانيه. انا لو بتكلم عدل، لا، في ناس كتير ما تروحش، في اسامي كتير ما تعتبش، ده لو بتكلم عقل. انا بلاعب جايب محمد حمدي وجايب احمد فتوح، والاثنين مش عارف اعمل بيهم حاجه، واحنا خرجنا ده كان لسه في مصيبه اكتر، ده احمد فتوح اتصاب تمام ومحمد حمدي اتطرد. يعني تخيل بقى كده، انت كسبت الكونغو ورحت الدور اللي بعده قصاد غينيا. شوف انت هتلاعب مين؟ هتلاعب غينيا، هتلاعب مين في المكان؟ عشان بس ما حدش يفهم غلط، انا قلت هتلاعب غينيا، هتلاعب مين في الباك الشمال؟ هتلاعب عمر كمال؟ يا حلاوه، يا حلاوه على اللي احنا فيه، والله فرحتي. احنا مفيش كوره. انا اقسم بالله لا كنت عايز اعيط كده من القهر على اللي بيحصل، واللي بيحصل في جيل انا بالذات اللي احنا ما شفناش كوره من المنتخب. يعني واحد لو مش بيشجع الاهلي كان زمانه طول عمره بقى بعيدا بقى، ماليش دعوه بزمالك واهلي والكلام ده، انا بتكلم على الاهلي ان هو شفت منه بطولات. لو مش بشجع اهلي كان زماني طول عمري بقى مقضيها كده اتفرج بشجع كوره خلاص. انا لا اتضايق ولا احرق في دمي. ليه؟ هي مش فارقه مع ناس، مش اي حد يرتدي تيشيرت المنتخب عامه على الدغري. انا بقى مقضيها مجاملات وبتاع، والظلم اللي كان في القايمه اهو نتيجته اهو، ده كل دوت الظلم، دي النتيجه بتاعت الظلم اللي كان في القايمه. انت ما كنتش بس لو انت واحد عاقل ما تستناش حاجه تاني. بعد اللي كان حاصل من اول ما شفت القايمه قلت دي بطوله ضحك، دي بطوله ضحك. ده عقل واحد فين يا عم؟ انا كنت بدايه القايمه بستبعد ياسر ابراهيم، كنت عايز ايه تاني يا عم؟ والله العظيم ما الواحد ما عارف يعمل ايه، والله العظيم ما عارف يعمل ايه. فكنا بقى من حوار مدربين اجانب، احنا محتاجين مدرب مصري، احنا محتاجين مدرب مصري، محتاجين مدرب مصري. تقعد تقول لي ده اجنبي والاجنبي مش عارف ايه، وزي ما الدولار سعره غالي ده الاجنبي سمعته مش عارف. فكك من الكلام ده، فكك من الكلام ده، الكلام ده مش هيودي ولا هيجيب ولا هيعمل اي حاجه ولا هياكل ولا يشرب. احنا محتاجين مدرب مصري. فكك بقى، عايزين بقى ندرك بقى ايه لما حسام حسن يمسك المنتخب. عايز ترجع حسن شحاته تاني؟ مش هيرجع يمسك لك المنتخب. حسن شحاته مش هيرجع يمسك المنتخب تاني على الدغري، مش هيرجع يلعب بالجيل ده. حسن شحاته الكارير اللي هو عمله والبطولات والانجازات اللي هو عملها مش هيرجع يمسك لك المنتخب ده تاني ويضيع كل ده. هو في غنى عن كل ده، والله العظيم هو في غنى. اي حد بيتكلم بمنطق يا جدعان، هو في غنى عن كل ده. انا ايه اللي رجعني العب بالجيل ده؟ انا كان جيل معايا بيكا وزيدان، هرجع العب بالجيل ده تاني؟ يا جدعان احنا بعيد، والله احنا بعيد. واسف بقى على الانفعال، بس انتوا اكيد مقدرين. سلام.